مشاهدينا الفاضل، طبتم وطابت اوقاتكم. نشرة اخبار الفضاء الاريتريه لهذه الفتره يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها باهم وابرز العناوين. عقد ورشة عمل حول إدارة النفايات وحماية البيئة. دعوة لزيادة الوعي بفيروس كورونا. عقد منتدى لإصحاح البيئة في حقات. الفلسطينيون يرفضون خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط. الإمارات تعلن أول إصابة بفيروس كورونا الجديد. زلزال عنيف يضرب جامايكا وتحذيرات من تسونامي. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. عقد مكتب البيئة في الإقليم الأوسط ورشة عمل في أسمراء يوم 29 من يناير حول إدارة النفايات وحماية البيئة. وأوضح وزير الأراضي والمياه والبيئة السيد تسفاي قبرسلاسي في الورشة أهمية إعادة تدوير النفايات للبيئة، داعيا المواطنين للقيام بدورهم لإدارة مسألة التخلص من النفايات. وقدمت في الورشة أوراق عمل حول استكشاف وتقييم التأثير البيئي وقضية إدارة النفايات الصلبة في الإقليم الأوسط وأسباب وأضرار التلوث البيئي وإدارة الصرف الصحي. ودعا المشاركون إلى مواصلة التوعية عبر وسائل الإعلام والسيطرة على الأكياس البلاستيكية التي تدخل البلاد بمختلف الوسائل ووضع ميزانية كافية للتخلص من النفايات الصلبة والسائلة. وذكر المدير التنفيذي في إدارة الإقليم الأوسط السيد زريد تولى برهان جهود الإقليم لجمع النفايات والتخلص منها وضمان النظافة، مؤكدا العمل للسيطرة على الأكياس البلاستيكية المستفحلة حاليا. دعت وزارة الصحة المواطنين لزيادة معرفتهم بفيروس كورونا الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية منذ شهر ديسمبر عام 2019 وأصبح ينتشر الآن في الكثير من الدول. وأوضح المدير العام للصحة العامة بوزارة الصحة الدكتور عند برهان دسفاسيون لوكالة إيرينا أن فيروس كورونا المكتشف عام 1960 والذي يعتبر ضمن مجموعة ميرس وسارس ظهر نهاية شهر ديسمبر في سوق مكتظ للحيوانات بمدينة ووهان، ولا يعرف بدقة حتى الآن كيفية انتقاله. وحول مراقبة المرض قال الدكتور عند برهانة أن الشخص المصاب بالفيروس تظهر عليه أعراض فيروسات ميرس وسارس، وهي الحرارة المرتفعة وصعوبة التنفس والتهاب الرئة، ويمكنه الانتقال إلى الأشخاص الآخرين في فترة الحضانة وحتى العلاج. وأشار إلى وجود تكهنات بإمكانية انتقال المرض بالسعال والعطس ولمس الأشياء التي أمسكها المريض والتبرز في العراء. ويتوجب على رعاة المرضى والمهنيين الصحيين استخدام كمامات غطاء الفم والأنف وتغطية الأيدي بالعوازل. وقد انتقل فيروس كورونا في غضون أسبوعين إلى أمريكا واستراليا وفرنسا وكندا وتايلاند وكوريا الجنوبية واليابان وجزيرة تايوان وسنغافورة وفيتنام وألمانيا. وتم أيضا حجر 5 أشخاص في أثيوبيا المجاورة لشكوك الإصابة بالمرض. وأوضح الدكتور عند برهان أن وزارة الصحة وبناء على ذلك تقوم بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بإجراء فحوصات للمسافرين في المطار. كما قامت مركز حجر صحي في مستشفى فيلاج العمومي. ودعا الإريتريون المتواجدون في الصين للتواصل مع السفارة الإريترية والبقاء قدر الإمكان في المدن التي كانوا يتواجدون فيها. وعلى المواطنين المسافرين إلى الصين ودول المنطقة إلغاء السفر. هذا وقد أدى فيروس كورونا منذ انتشاره في الصين إلى مصرع أكثر من 130 شخصا وإصابة أكثر من 6000. عقد في 27 من يناير بمدينة حقات منتدى لإصحاح البيئة، وبحث المنتدى أهداف استخدام المراحيض وكيفية بنائها ومرض الملاريا وسبل مكافحته. وأكد مسؤول إصحاح البيئة في مديرية حقات السيد موسى قبرهويت أهمية الصحة البيئية المجتمعية لضمان الصحة العامة، مؤشرا إلى بناء 52 قرية من جملة 61 قرية في المديرية المراحيض الخاصة بها، ويجري العمل لإدخال تلك المبادرة في القرى المتبقية. من جانبها أوضح المدير التنفيذي لإدارة مديرية حقات السيد تخلا هيمانوت موسائيل أهمية تجميع القرى في ضمان استخدام المراحيض الصحية، مؤكدا تعاون إدارة المديرية لإنجاح البرامج الموضوعة. وطالب المشاركون بضرورة وضع حد لظاهرة رمي النفايات في العراء وبناء دورات للمياه في المرافق الخدمية وضمان نظافتها ومعاقبة الأسر التي لم تشيد المراحيض بالقوانين الداخلية. هذا وقد شارك في المنتدى إدارات 15 ضاحية ورجال الدين وممثلي المجلس والاتحادات الوطنية وغيرها من الجهات. أفادت إدارة مديرية مهملين في الاجتماع الذي عقدته عن ارتفاع المشاركة في التعليم بنسبة 8%، ودعت إلى تعزيز دور أولياء الأمور لزيادة مشاركة الطالبات. وأوضح مدير المديرية السيد إبراهام هايلي في الاجتماع الذي شارك فيه مدراء الضواحي ومسؤول المؤسسات الحكومية عن النمو الجيد لمزارع الذرة والبقوليات
والمحاصيل الزيتية المزروعة في مساحة تقدر بأكثر من 12 ألف هكتار خلال الخريف الماضي، إلا أن الأمطار المتأخرة قد أضرت بالمزارع. وأشار إلى قيام السكان بأنشطة فاعلة لصيانة الطرق وحماية التربة وحفظ المياه وقرص 126 ألف شتلة في بعض المناطق، موضحا عن تنفيذ برامج انتخابات لجان الصلح ووضع الخارطة السكنية لبلدة ميمنة وحملة التطعيم ضد مرض السحائي والتوعية لمكافحة العادات الضارة. وأشار إلى تقديم سكان 17 ضاحية مبلغ 23360 نقفة لدعم أسر الشهداء والمحتاجين والمساعدة في الحراثة والحصاد وصيانة المنازل. وأوضح السكان بدورهم بأن عدم وجود خط الهاتف وتدني خدمات مياه الشرب الصالحة وقلة المؤسسات الصحية وعدم وجود مكتب ادعاء عام من المشكلات الأساسية التي يعانون منها، ويتوجب من الجهات المعنية الاهتمام بهذه الأمور. نظم فرع جمعية المعلمين في الإقليم الجنوبي في 27 من يناير الجاري سمينارا تنويريا للمعلمين في مديرية دقة محار يتركز حول إدارة الفصل الدراسي والأخلاق المهنية. وقدم رئيس الجمعية الأستاذ تخص إياسو في السمينار التنويري تقريرا مفصلا حول أهداف الجمعية وأنشطتها. من جهته قدم مسؤول الموارد البشرية في مكتب التعليم بالإقليم الجنوبي الأستاذ ولد قرقيش موغوس تنويرا حول إدارة الفصول والأخلاق المهنية. بدورها أوصت مسؤولة الخدمات التعليمية في مديرية دقة محار الأستاذة ركبي كفلي المعلمين بضرورة التعامل مع الطلاب بأسلوب لائق وعنايتهم بصورة جيدة. مشاهدينا الفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا. التصعيد العالمي. وصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط بأنها صفعة القرن، فيما نزلها آلاف المحتجين إلى الشوارع في غزة والضفة الغربية للتعبير عن رفضهم لها. وقالت حركة المقاومة الإسلامية أنها ستجابه اقتراحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العدوانية، ووصفت اقتراحاته بشأن القدس بأنها فارقة وبالمخالفة لبعض التوقعات. اشتملت خطة ترامب على حل دولتين لإنهاء الصراع المستمر منذ عقود، بما يشمل إقامة دولة فلسطينية في المستقبل بجانب إسرائيل ولكن بشروط. وتقترح الخطة إقامة دولة فلسطينية عاصمتها في القدس الشرقية، ولكن في منطقة فصلها جدار عسكري إسرائيلي عن أجزاء كثيرة من المدينة. ويرفض الفلسطينيون أي اقتراح لا يشمل القدس الشرقية كلها عاصمة لدولة لهم في المستقبل، بما في ذلك البلدة القديمة والعديد من المواقع المقدسة. وقال عباس أن الفلسطينيين لن يقبلوا إلا بمفاوضات تستند إلى القانون الدولي وتدعمها قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية نقلا عن مصادر في وزارة الصحة تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد لأشخاص من عائلة واحدة قادمين من مدينة ووهان في جمهورية الصين الشعبية. ولم تعلن الوزارة عن المكان حيث يخضع هؤلاء الأشخاص للعلاج. وأكدت الوزارة أنها اتخذت الإجراءات الاحترازية الضرورية اللازمة وفقا للتوصيات العلمية والشروط والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، وأن الوضع الصحي العام لا يدعو للقلق بحسب الوكالة. فقد ظهر فيروس كورونا الجديد في ووهان الصينية وسط الصين في ديسمبر الفائت، وأعراضه الأولى مشابهة لأعراض أمراض أخرى مثل السعال القوي والحرارة المرتفعة، وفي الحالات القاسية للالتهاب الرئوي. ويسمى مرض كورونا الحالي بمرض فيروس كورونا الجديد لأن الفيروس ظهر سابقا في الصين أيضا، خصوصا في عام 2003، ولكنه كان مختلفا عن فيروس اليوم الذي لا يزال الأطباء في الصين وحول العالم يدرسون مراحل تطوره وتغيره بحثا عن لقاح له. قالت هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية أن زلزالا قوته 7.3 درجة وقع على بعد 117 كيلومترا شمال غربي بلدة لوكيا الساحلية في جامايكا. وأضافت أن الزلزال كان على عمق نحو 10 كيلومترات. وحذر المركز الدولي للمعلومات بشأن موجات المد العملاقة قائلا أنه تم توجيه تحذير لبليز وهندوراس والمكسيك وجزر الكايمان وجامايكا من حدوث موجات مد عملاقة تسونامي يصل ارتفاعها إلى متر بعد هذا الزلزال. وشعر سكان في كوبا القريبة كذلك بالهزة وفقا لتقارير أولية، لا سيما في هافانا وعدة مقاطعات بالجزيرة. أعلنت شركة ايرباص توصلها إلى اتفاق مبدئي مع السلطات القضائية البريطانية والفرنسية والأمريكية يقضي بدفعها غرامات مالية كبيرة لتجنب ملاحقتها على خلفية انتهاكات مفترضة لقوانين مكافحة الفساد. ولعبت هذه القضية دورا في تقيير فريق إدارة مصنع الطائرات الأوروبي الذي يعمل فيه 134 ألف شخص
ويساهم بنسبة مهمة في التجارة الخارجية لفرنسا وألمانيا. وقالت الشركة في بيان لها أنه تم التوصل لهذه الاتفاقات في إطار تحقيق حول مزاعم فساد والامتثال للوائح الأمريكية لتجارة الأسلحة دون أن تذكر التفاصيل المالية. ونقلت صحيفة أمريكية عن محللين أن إيرباص يمكن أن تدفع أكثر من 3 مليار يورو لإنهاء هذه النزاعات، ويتطابق هذا المبلغ في حال تأكده مع قيمة الأرباح الصافية التي حققتها الشركة عام 2018. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.